السلام عليكم. اجمد واشيك ناس في الدنيا، شكرا لكل الرجاله الجامده جدا اللي لسه بتسمع الفيديوهات. الكلام اللي اقوله لك ده من خلال تجارب كتير عشتها ومن خلال حاجات قراتها وكده، يعني عشان بس ما تفكرش بقى ان انا جاي اقول لك ابعد عن كل الناس وانت لوحدك دوله، وانت كده كده لوحدك على وضعك. انا عارف وعارف ان انت مش محتاج لاي حد يكملك، بس برضو خلينا متفقين ان الانسان بطبعه اجتماعي وطول الوقت محتاج يكون في ناس حواليه. بس انا جاي اكلمك في حاجه تانية خالص، اللي هو ازاي انت تبقى سعيد ومبسوط من غير وجود حد. بمعنى الناس دي لو جات والله كويس، لو ما جاتش مش هتقعد بقى انت متضايق وزعلان، لا عادي. يعني من الاخر انا جاي اكلمك من زاويه تانية كده للموضوع ده. زي ما قلت لك الانسان بطبعه اجتماعي ويحب اللمه، ودي حاجه حلوه جدا وصحيه. بس اللي غلط بقى ومش حلو في الموضوع ده انك تربط حياتك وتربط سعادتك بالاخرين. يعني لو فلان جه حياتك انت مبسوط، لو هو خرج انت زعلان. اوعى تقع في الفخ ده، او اوعى تقع في فخ انك ما تعرفش تكمل حياتك من غير حد، او حياتك مثلا هتقف لما حد معين يخرج من حياتك انت كنت متعلق بيه. وعلى فكره ناس اجمد مني ومنك وناس جامدين جدا كانوا مثلا متعلقين بحد والحد ده خرج، بس بعد فتره بتلاقي اللي هو عادي، يعني انت بس اللي مكبر القصه شويه وعاطل الحد ده حجم كبير قوي. فاهم قصدي ايه؟ ده بس وهم انت عايشت نفسك فيه. هو عادي، يعني كل الناس اللي حواليك كلنا ناس عاديين، يعني مفيش حد بيقول لك مثلا ده مش هيتعوض، لا كل الناس بتتعوض عادي جدا. في ناس غاليه ولهم مكانه وكل حاجه، بس في نفس الوقت اللي يغلي نفسه عليك ما يلزمكش. ما تعلقش حياتك باي حد لدرجه ان انت خلاص في غيابه حزين جدا ومش قادر، وفي وجوده مبسوط بطريقه، لان ده كده مش حب، ده تعلق، والتعلق لغير الله مذله. انت اكيد مش بتعمل كده، بس انا بقول لك الناس اللي بتعمل كده تاخد بالها. ادي للناس حجمها الطبيعي في حياتك، ما تديش لحد مكانه كبيره قوي في حين ان انت مثلا بالنسبه له عادي. لا، انت عامل كما تحب ان تعامل يعني، والعكس برضه. انت اللي يدي لك مقام عالي اديله مقام عالي. اللي مش هيقدر قيمتك، مش هيقدر مثلا وقتك عشانه، خلاص عادي انت كمان ما تقدرش. هو الموضوع كده يعني، الموضوع مش صعب. ما تقعدش بقى تحرق في نفسك عشان فلانه او عشان فلان، اللي هو عادي يعني. كل الناس عاديه زي ما قلت لك. انت القيمه اللي تديها للي قدامك من خلال القيمه اللي بيديها لك. حب وبادر بالعطاء زي ما بيقولوا. طب انت في المقابل ده لو ما لقيتش، خلاص يا عم عادي يعني، ده اللي بعده. هي كده، هي الحياه كده. طب انت خلاص وقعت في الفخ بتاع ان انت متعلق بحد قوي وما بقتش قادر تعدي الوقت من غيره ولا تفكر فيه طول الوقت وكده، ببساطه شديده اتعلم حاجه جديده. ايه ده بالسهوله دي؟ لا مش هتيجي بالسهوله دي، ولا هتيجي من اول يوم. مع الايام مع الوقت اعتبر ان الشخص ده كان درس ليك. مش لازم كل الناس اللي تيجي في حياتك تكون مكمله معاك. في معظم الاوقات بتكون الناس دي جايه حياتك عشان تدي لك درس معين وتخلي بالك من اللي جاي. يعني مش لازم مثلا ده خلاص دخل حياتي ده هيفضل معايا العمر كله، لا ده جاي يدي لك درس في حته معينه كانت ناقصه في شخصيتك انت ما كنتش واخد بالك منها، عشان تعرف تكمل للي جاي. وده وجوده بيكون حلو جدا، لان انت في الاول وفي الاخر كسبان برضه. انت اتعلمت درس جديد، وده بيقوي شخصيتك وبيعلي ثقتك بنفسك وبيخليك عندك خبره كده في التعامل مع الناس. واكتشف نفسك اكتر وغير الروتين بتاعك. طب هتعمل ده ازاي؟ يعني مثلا لو انت كل يوم كنت بتتكلم انت ونعيم او نعيمه، مش عارف، انا بس بقول مثال يعني، في اليوم بتقضي كلام 3 أو 4 ساعات مع نعيمه او نعيم زي ما قلت لك. الحل في الموضوع ده دلوقتي ان انت تبتدي تدور على نفسك انت. لو الشخص ده خلاص غاب ومشى وانت متعلق بيه قوي، ابتدي تتعلم مهاره جديده. حتى لو هتتعلم الطبخ، لو هتتعلم تعمل اكله جديده في الوقت اللي انت كنت بتتكلم فيه مع الشخص ده اللي هو غاب خلاص، لا ابتدي انت بقى اتعلم حاجه جديده. يعني هو عقل الانسان بيمشي كده. انت في الوقت ده كنت مسيستم نفسك ان انت هتفضل طول الوقت تتكلم مع فلان، ما تجيش في الوقت ده تبقى قاعد فاضي ما بتعملش حاجه ويبقى عندك فراغ، لان ده هيأثر عليك وهيخليك تفكر فيه اكتر وتقعد تحرق في نفسك. لا انت قوم اعمل حاجه جديده، اتعلم اي مهاره جديده. بعد فتره صغيره جدا لو انت بدلت الكلام معاك في ان انت تتعلم حاجه جديده وتعمل حاجه جديده، هتلاقي نفسك اتعلمت مهاره جديده، وهتلاقي ان الشخص ده قد ايه كان مضيع وقتك وكان مبوظ لك حاجات كتير، وان هو فعلا كان جاي يعلمك رساله مثلا اللي هي قيمه وقتك. وان نعيم او نعيمه ما طلعش محور الكون ولا حاجه، بالعكس ده كان مضيع لك وقتك. وهنا دلوقتي بدل ما انت كنت عاطي وقتك اللي حواليك وده مأثر عليك سلبا، حلو مأثر عليك سلبا، لا انت الوقت خلاص بقيت عارف تهتم بنفسك، بقيت عارف تدي لكل واحد الحجم الطبيعي من تعلقك بشخص معين. الخلاصه في القصه دي كلها وجود الناس في حياتك كويس، لكن غيابهم مش مضر. بس اتعلم ما تتاثرش قوي لدرجه ان انت تيجي على نفسك.
انا مش ضد على فكره ان حد يبقى متمسك بحد خالص، بل بالعكس تبقى من احلى الحاجات في الدنيا لما يبقى انت معاك كده حد وتكملوا انتوا الاتنين الحياه وتشاركوا وتتشاركوا وتفضلوا انتوا الاتنين متمسكين ببعض. بس في ناس كده بتحس ان انت لما تبقى متمسك بيها هتسيبك، انت خلاص انت متمسك ومكمل وبتيجي على نفسك، فيلعب بقى دور اللي مفيش منه مثلا. لا، ده قبل ما يسيب انت تسيب بس على وضعك يا بوب. سلام عليكم. زمان علمتنا ازاي نملك لسان بالحاكي الصايع والضايع صباح الفل يا حمود. مش مشكله عادي، ما خلاص ما بقتش عيشه دي بقى، ما بقتش عيشه. عايز انت كمان ونسكافيه يا اخويا، بيت كله مزاجنجي يا اخويا. ابو سلطان قايم يعمل قهوه وانت قايم تعمل نسكافيه. اسمع يا جدع، انت ما عنديش الا مره واحده. ماشي، سوي نسكافيه. ماشي، محمود بيسوي نسكافيه، هنقص من المونتاج او ممكن ما نقصش عادي يعني. بسرعه بسرعه. ولو تعال زماني كله هاي شو هاي. مش عارف اقصها من المونتاج ولا اسيبها يعني. ابو سلطان من شويه جاي يعمل قهوه ودلوقتي محمود جاي يعمل نسكافيه. انا بفكر اسيبها، انت ايه رايك؟